في مشروع جديد نازل هتكسب منه من 15 ل 30 مليون جنيه مكسب مضمون في سنتين، وهثبت لك كلامي في الفيديو ده. كومباوند في احلى منطقه في التجمع ومع اكتر مطور ملتزم ومضمون في مصر. بس قبل ما اقول لك ازاي، تعالى اوريك اللي اشترى معايا من سنتين كسب ايه، وكمل الفيديو عشان المفاجاه في الاخر. ده فيديو انا كنت نزلته من سنتين على مشروع اسمه اكليبس في التجمع. اسمع كده. قطعه الارض دي على شارع 90 الشمالي على طول، وليها مدخل من شارع 90 الجنوبي في وش الارض دايركت. السعر التجاري بيبدا من 124,000 جنيه للمتر، وسعر الاداري بيبدا من 53,000 جنيه للمتر. ايه بقى؟ لان الشركه كمان عامله خصم 10% على الاسعار اللي انا قلتها دي. جنبك من هنا داون تاون ومن هنا كايرو فيستيفال سيتي. انت اول تجاري هيبقى على شارع 90 الشمالي، لاي حد داخل القاهره الجديده من 90 الشمالي، منطقه عليها ترافيك عالي جدا. دي كانت الاسعار من سنتين وعليها خصم 10%، يعني الاداري ب 48,000 والتجاري ب 110. عارف سعر المتر في المكان ده دلوقتي بكام؟ الاداري عدى 170,000 والتجاري عدى 300,000. اللي اشترى معانا مكتب 50 متر ساعتها اشتراه ب 2 مليون و400 الف جنيه، دلوقتي سعره عدى 8 مليون جنيه، وهو كل اللي دفعه لغايه دلوقتي ما كملش مليون جنيه. ونفس الكلام في المحلات. طب بلاش، شوف الفيديو ده كده. في انفجار في اسعار العقارات خلال الست شهور اللي جايين. بالعقارات التقسيط مش هتتاثر، بالعكس ده ممكن الطلب عليها يزيد، لان هي هتبقى الحل الوحيد بالنسبه لناس كتير من الناس اللي مش معاها كاش. متوقع زياده في اسعار العقارات قد ايه في الست شهور اللي جايين، او لغايه نص 2024؟ متوقع زياده من 50 ل 70%. وانا بنبه اهو، امن نفسك من دلوقتي. هو ده بالظبط اللي حصل. العقارات زادت في اول 6 شهور في 2024 بنفس القيمه ويمكن اكتر، والطلب على عقارات التقسيط زاد. وساعه ما عملت الفيديو ده من سنه، ناس كتير دخلت تقول لي اسعار ايه اللي هتزيد؟ مفيش اسعار هتزيد، ده هيحصل ركود وفقاعه عقاريه ومحدش هيلاقي يشتري اصلا. الفيديوهات دي وفيديوهات اكتر هتلاقيها بتواريخها على اليوتيوب، وهتلاقي برضو على صفحتي على الفيسبوك او على حسابي الرسمي على تيك توك. انا لما بقول لك نصيحه بتبقى مبنيه على حقائق وعلى خبرات سنين، ولما برشح لك مشروع بعينه تشتري فيه ببقى دارسه وضامنه، عشان انا يهمني حضرتك اكتر بكتير من المشروع. وبناء على عوامل كتير بقدر احدد انت ممكن تكسب المشروع ده قد ايه وخلال قد ايه. زي بالظبط المشروع اللي انا جايبه لك النهارده، وانا هبقى اول حد في مصر يقول لك عليه، ودي فرصه كويسه عشان تلحق تحجز بدري. ده الجولدن سكوير اللي فيه احلى واغلى كومباوندز في مصر. نازل فيه في المكان اللي متعلم عليه ده كومباوند فيلات فقط، مع اكتر مطور مضمون في السوق العقاري حاليا. وزي ما واضح كده انت في قلب التجمع، قدامك ماونتن فيو 2، ازار، فاونتن بارك، بالم هيلز، نيو كايرو، وفيلات صودك. ولو كملت يمين كده هتلاقي ميفيدا اعمار على الشمال، والجامعه الامريكيه بعديها على اليمين. ارخص فيلا في اي كومباوند من دول ب 30 مليون وانت طالع. المشروع ده بقى نازل بسعر كام؟ الفيلات بتبدا من 15 مليون جنيه تقسيط على 7 سنين. السعر ده ارخص من العاصمه الاداريه، ارخص من مستقبل سيتي. وانا بقول لك من دلوقتي اهو المشروع ده هيتخطف، لان الكومباوند كله على بعض مساحته 47 فدان. وانا بضمن لك مكسب من دلوقتي من 15 ل 30 مليون جنيه خلال سنتين، لانك شاري بنص السعر الطبيعي في المنطقه دي اصلا، وخلال سنتين مش هتكون كملت نص ثمنها. ابعت لي رقمك في رساله لو عايز تلحق تحجز، واعمل فولو لو عايز تعرف احسن العروض العقاريه اللي بتنزل قبل اي حد. انا سامي صموئيل، شكرا.